أهلا وسهلا فيكن. هنعمل اليوم سلطة باذنجان مشوي مع اللبن بطريقة تقديم جديدة وسهلة. بننقي كمية من الباذنجان حسب عدد الأشخاص، بس بنحاول ننقي الباذنجان كبيرة وتكون تخينة شوي. بنقطعها لدوائر سميكة بهالشكل هاد. هون عنا تقريبا نصف كوب زيت زيتون، بنضيف له ملح وفلفل أسود وبابريكا، وبندهن في الباذنجان. ندهن الباذنجان من الجهتين. ممكن تشوي الباذنجان بالفرن، ممكن تشوي بالشواية الكهربائية، وممكن بمقلاة على النار تدهنيها بشوية زيت وبتشوي فيها الباذنجان، طبعا من الجهتين. ممكن هالسلطة تنعمل بالباذنجان المقلي، ممكن تقليه وتنفذي الطريقة، ولكن احنا بندور دائما على البدائل الصحية. ولا حنحطهم بالشواية الكهربائية عندي. بنجهز الصوص. هون عنا تقريبا كاسة كبيرة لبن زبادي، سنين توم مهروس، شوية بقدونس، ممكن نستعيض عن البقدونس بالنعناع الأخضر لو حبينا، تلت كوب طحينة، وطبعا عصير ليمون كمان حسب الرغبة، ليمونة أو نص ليمونة، وملح وفلفل أسود. نمزج المكونات وبنضيف لهم بحدود ربع كوب ماء بارد لحتى نحصل على صلصة يعني لينة. بصحن التقديم بنضيف الصلصة، بنرتب فوقها الباذنجان المشوي، إضافة ما تبقى من الصلصة، برشة بالبقدونس، حب الرمان، واللوز المحمص. جربوها وقولوا لي رأيكم بالتعليقات، إن شاء الله تعجبكم، ولا في أطيب من هيك. وميت صحة وهنا.